السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤشر اي جي اكس يعني بعد ما زهقنا وزهق عيشتنا، وايه برضو يستمر في الضغوط البيعية، ويستمر ان هو بينزل ومش عايز يطلع ابدا. لكن ان شاء الله يعني هانت خلاص. المؤشر يعني ناوي يكسر لنا القاع اللي عمله عند 30,200. أعتقد إن هو نازل يكسر القاعدة، لكن إن شاء الله هيكون كسر وهمي، وبعد كده يبدأ يرد تاني معانا، فما فيش خوف. الميكر بيلعب على اللي هو يعني عشان انت ما خرجتش في الهبوط اللي فات ده، فيأكد لك ان احنا هننزل وان احنا رايحين في داهية ولا فانت بقى تبيع، يعني تحاول يضحك عليك ويخليك تبيع غصب عنك. فهو يعني ان شاء الله كل ده يعني كل ده هبوط وهمي ان شاء الله. يعني حتى هو بيعمل لنا كده شكل موجة حلوة خالص، اللي هي اسمها اندنج داجلو. يعني دي لما تيجي في الهبوط بيبقى اخر مرحلة في الهبوط، ولما تيجي برضو في الصعود بيكون اخر مرحلة في الصعود. فيعني الموجة دي مهمة جدا. دي اللي هي القطرية النهائية لما تيجي في الهبوط، بيبقى اسمها القطرية النهائية. تمام. او برضو في اخر موجة في الصعود بيبقى اسمها قطرية نهائية. فبيحصل تداخل بين القاع بتاع 4، يحصل تداخل بين 1 و4. زي ما شايفين هنا حصل تداخل. فأعتقد كده إن هيبقى في نزول تاني في المؤشر، وممكن يجي يكسر لنا القاعدة كسر وهمي، وبعد كده يبدأ يطلع تاني. يبقى كده احنا خلصنا التصحيح بتاعنا اللي هو ال ABC اللي نزل بيه اهو. يبقى كده خلصنا، ومفيش اي مشكلة، ومفيش اي حجة تاني ان شاء الله. وبعد كده نبدأ في الصعود ان شاء الله. يبقى كده B، يعني اصلا الاسهم كلها تشبعت بيع يعني. حتى لو اسهم هتنزل تاني، فاي نزلات فيها طبعا للشراء، يعني الاسهم اللي هي عندها صعود تاني. فده المؤشر يعني. ان شاء الله كده يعني نحاول نخلص بقى النزلة دي بكرة كده، نحاول ننزل ونخلص النزلة دي، وبعد كده يبدأ يرتد معانا ويعمل لنا ارتداد حقيقي. يعني حتى هو آه، يعني دايما تحصل زي كده، يديك شمعة إيجابية أهو زي كده مثلا، وبعد كده يروح على اليومي يديك شمعة إيجابية، وبعد كده يروح نازل يكسر الشمعة دي برضه. فكل ده نزول وهمي إن شاء الله. كل ده مفيش فيه أي مشكلة، نزول وهمي مفيش فيه أي خوف ولا أي حاجة. هينزل حتى لو نزل كسر ليك القاعدة بكرة، هيطلع يرد تاني برضه. وطبعا ان شاء الله بكرة النهاردة يعني قيمة التداول ضعيفة، مفيش سيولة. فالسيولة ان شاء الله هتدخل من بكرة بعد ما يعمل عمليات النزول الوهمية دي، هتكون فرص للشراء. فالسيولة والمؤسسات وكده تدخل من الأسعار دي تشتري. فإن شاء الله مفيش خوف، بكرة إن شاء الله هيكون آخر النزول بإذن الله. وشكرا.